شيبسي وتأثيره على نسبة السكري في الدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا اخوان؟ ان شاء الله منيحين، ان شاء الله طيبين، ان شاء الله اموركم طيبة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بلش في المقطع بتمنى لايك ومتابعة وتعليق حلو واشتراك على قناتي على اليوتيوب، واكتب لي بالتعليقات بالتفصيل شو انت بتفطر الصبح، شو عندك عادة تاكل انت كمريض سكر او مريض ضغط او مريض كولون. اكتب لي ونحن ان شاء الله بنجرب النتيجة مع بعض ايش، ونشوف تأثير على نسبة السكري في الدم. كمان لا تنسوا شغله، تدعوا لصاحب الجهاز يلي هو بفضله انا هلا عم بنزل محتوى، بفضله له، لاني لو ما هو انا بس بنزل محتوى او بدي انزل محتوى ما راح يكون بدقه اللي انا بنزلكم اياه، انه شو قد الساعه وش قد كذا وش قد طلع وش قد نزل. واللي بحب شارك بفعل الخير مشان نجيب الجهاز، لا اما باي بال تبعت لي تحكي معي على انستغرام، تحكي معي خاص، او تبعت لي عن طريق العملات الرقميه او الدولار الالكتروني، المحفظه تحت. طبعا اجاني هذا التعليق، انا وقت سويت حليب الاطفال والشيبسي اجاني هذا التعليق انه لازم تجرب الشيبسي لوحده. وانا سويت، رحت جبت الشيبسي لوحده، رحت جبت ايش؟ الشيبسي لوحده. هلا رح ناكل الشيبسي انا وانتم مع بعض، بنشوف هل يا ترى الحليب اللي منكح اللي انا شربته بالحلقه الماضيه هو السبب او مش الشيبسي، ام هو السبب مش الشيبسي هو السبب، الشيبسي هو السبب او الحليب اللي نكح. لاني قال لي يعني هذا الاطفال بياخذوا الاثنين مع بعض، ما اظن ياخذ حليب لوحده، بس المهم لازم يكون الشيبسي لوحده عشان نعرف انه برفع السكر ولا لا. هلا رح ناكل الشيبسي هذا انا وانتم مع بعض ونشوف تاثيره على نسبه السكري في الدم. هل صحيح بده يرفع السكر ام ما راح يرفع السكر؟ نجيب كيس الشيبسي هيك. طبعا الساعة عندي أنا عفوا سكري الدم، سكري الدم 157 والساعة 10 و4 دقائق. 157 والساعة 10 و4 دقائق صباحا. ويوم بنصور الشاشة عشان ما ننسى أنا وأنتو. هلا إيش بنساوي؟ نسمي بسم الله وناكل الزيوت المهدرجة، الزيوت المهدرجة والمواد الحافظة والملح والسكر كله مع بعض بهالوجبة هي. هيك طعمة القرمشة وطعمة الحلاوة، كل المواد كلياتها مع بعضها. نسمي بسم الله وناكل ونأذي جسمنا انا وانتم مع بعض. يا ريت يا ريت تقدروا تعبي وتحطوا لايك، تقدروا تعبي وتحطوا لايك وشارك الفيديو لناس عندها اطفال، لناس بحب ياكل شيبسي، لناس مريضي السكر. نسمي بسم الله. طيب طيب ونسرع الفيديو انا وانتم مع بعض. خلصنا كيس الشيبسي. كيس الشيبسي كثير طيب، انا يعني بصراحه طيب، حد فيه بهارات. طيب كيس الشيبسي طيب بنرجع لكم بس يبلش ينزل السكري في الدم. ما بنصح حدا ياخده الشيبسي مضر جدا، بس طيب يعني واحد يحكي اللي له بيحكي اللي عليه. يعني سبحان الله كل شيء طيب، بس كل شيء طيب بضر مريض السكر. كان هذا لاحظته، مثلا الحلويات طيبه بتضر مريض، الفواكه طيبه بتضر مريض السكر. يعني الله غالب، اولاد اخواتنا الليبيين حبايبنا الليبيين. نرجعكم بس ينزل السكري في الدم. ورجعنا لكم يا اخوان، رجعنا لكم بعد حوالي ساعتين بالضبط. طبعا انا ما بتوقع انه سيء لهالدرجه، ما بتوقع انه الشيبسي سيء لهالدرجه، ما توقعت انه سيء لهالدرجه. بجوز لاني هذاك الفيديو شربت انا حليب معه، الحليب خفف من تاثير امتصاص السكري في الدم او خفف شيء. طبعا مثل ما بتعرفوا انه انا بلشت الساعه 10 و4 دقائق، كان سكري 157، سكر 157 اوكي. 10 و4 دقائق وصل لل 232 الساعة 11 و39، يعني بعد ساعة و35 دقيقة وصل للقمة. أنا ما توقعت كل هالضرر فيه يعني كيس الشيبسي. هي أول شغلة. الشغلة الثانية معدتي صارت توجعني. الشغلة الثالثة صار في غازات، يعني سيء، يعني صحيح أنا تبسطت فيه بس سيء، عن جد سيء. معدتي صارت توجعني
والله هيك دخلت على الحمام 4-5 مرات من بعد ما أكلت كيس الشيبسي لأني جدا سيء. يا رب تكونوا استمتعتوا معي بهالرحلة. اكتبوا لي شو بدكم يعني أجرب بالضبط، كذا وكذا وكذا. واللي بحب مشان نجيب الجهاز أنا ضل له 6 أيام يتواصل معي على الخاص أو على الانستغرام أو يبعث لي على البايبال أو عملات رقمية. الدعم محبة مش إجباري، وأغلبية صناع المحتوى بتطلب دعم من متابعينها. أوكي، مو والله أنت بس، أغلبية الناس اللي بتطلع بسوس تيك توك واللي مليان معهم مليارات الدولارات ملايين الدولارات بفتح بسوس، وإذا بنزل لهم هدايا أو إذا ما جاهم دعم بزعلوا وبتضايقوا. تحياتي لكم.